السلام عليكم. يا رب ان شاء الله تكونوا في احسن حال. رجعنا لكم اليوم بوصفة جديدة واللي هي متمثلة في بسكويت صحي. مكوناته كالآتي: كاس ونص قمح متاع فرينة متاع قمح، عليها مغرفة صغيرة خميرة والا ربع مغرفة بكربوناتو، نص كاس زبدة ومعها شوية زيت. بالنسبة للتمر حسب الذوق انا حطيت شركاس، مغرفتين صغار ما ورد والا زهر والا عطرشة، شوية ملح. انا باش نحط كعب عظم خاطر نحبها تجيني هشوشه، اللي يحب يجي البسكويت هذا يجيه يعني كروكون يحط كعبتين عظم. وتو ان شاء الله نتعداو طريقه التحضير. باش ناخذ التمر نصبوا عليه الزيت والزبده، نحاولوا ندمجوهم شويه. بعد ما خلطناهم بالمغرفه تويكا تعدينا للمرحله الثانيه واللي هي نمشوه بيدينا بالكدا بالكدا. كيما قاعدين تشوفوا تويكا باش نصبوا العظم. بعد ما خلطناه بالكدا تو باش نحطوا ماء زهر، باش نحطوا الفرينه نتاع القمح، ما نحطوهاش الكل، نحطوا كاكا كاس نحركوا ونشوفوا. نحطوا الخميره ونخلطوا اخر حاجه نحطوا كشاشه الملح. باش نكملوا نص اللي قعد خليط كما قاعدين تراو، نحركوه تحريك ما نعجنوش. يا جماعه القوام اللي حاجتنا بيه توا باش نتعداو للتشكيل. خفيف قمع على الشكل هذايا يبيعوا فيه في الاسواق موجود، وتويكا باش نشكل اشكال مختلفه. كملنا التشكيل متاع البسكويت، هاكا عملنا برشا انواع. يكون الفرن متاعنا حاضر سخون، باش ندخلوها من الاول على 180 درجه تمشي دريج من زمان، ومن بعد نطيحوا حتىش للمياه باش تكون كروكونت من برا وطريه من داخل، وبعد شويه نتقابلوا. وهكا يا جماعه البسكويت متاعنا حاضر، ريحته شهي ودنا عالميه. نسيت باش نقول لكم راهو الطبق مدهنته بحتى ماده دهنيه خاطر هو ديجا فيه الزبدة والزيت، من برا كروكون ومن داخل طري. ماذا بيا كانت تعملوها الوصفة وتكتبوا لي كومنتير زادا كيف كيف، وما تنساوش باش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. وخليني نوريكم كعبة من الكعبات ونعطي بنتي زادا الذوق وتقول لكم شوفوا بسم الله الحشوش كما قلنا. طيب بالكدا بالكدا. يلا طوي يا نور ذوق وقول لي شنية حسب رايك تلقوه. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة ماما، عجبني ياسر تذوق انت. بسم الله ما شاء الله ياسر بنين. كما قلت لكم ان شاء الله الوصفة عجبتكم وان شاء الله تنفعكم، والسلام عليكم.